كنت لسه بقى عامله العمليه وخسالي حوالي مثلا 20 او حاجه 20 كيلو. هي كمان اتصدمت ان انا ازاي خسيت كده. ناس كتير من اللي عملوا وقالوا ان انت اللي شجعتيهم، ناس فنانين ايوه قالوا ان شيماء. ايوه مثلا. شيماء دي حبيبتي. انا يا دكتور بصراحه في حاجه في شخصيتي الحمد لله كويسه، لما اجرب حاجه واتبسط منها جدا ببقى نفسي لكل اللي بحبهم، حتى اللي ما بحبهمش بجد، نفسي اي انما بني انا ادم. هسألك سؤال، في حد انت ما بتحبوش؟ انا لا كلمت والله. معاكي ما شاء الله لا يعني والله ده الحمد بجد، ما لله يعني كل ما الحمد لله الحمد لله. فانا لما رحت لشيماء بجد في البلاتو هي بتصور اخر مسلسل. انا زعلت عشانها قوي قوي، وكنت لسه بقى عامله العمليه وخسالي حوالي مثلا 20 او حاجه 20 كيلو. هي كمان اتصدمت ان انا ازاي خسيت كده. وبعدين قلت لها اسمعي كلامي يا شيماء، والله انت بتضيعي عمرك في الفاضي. وفضلت قلت لها انا هقف جنبك وما تخافيش وهبقى معاكي طول الوقت في اي حاجه، وعايزه تساليني في اي حاجه انا معاكي. فانا اصلا بقيت كده بجد طول الوقت. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا بيتهيألي شيكو في يوم هيجيب سكينه ويغزني من كتر ما انا اسكت كده مثلا انزلي انزلي مرتين انزلي. كده، اسكت مثلا 3 4 مرات وبعدين بقى اروح بصله كده. والله يا شيكو اسمع كلام، ما تسمعش كلام اللي بيخوفوك دول عشان خاطري بتاع. فانا بصراحه انا ببقى خايفه عليهم، وببقى نفسي ان هم يعيشوا حياه افضل زي ما انا دلوقتي عايشه حياه افضل. فببقى نفسي بجد ان هم يعني ما يعيشوش المأساة اللي انا حاسه ان هم بيضيعوا عمرهم هدر. ايوه بجد صح، عندك حق. التخن ده انت بتضيع عمرك هدر في التخن. فانا ببقى نفسي بجد اي بني ادم لا ما تعيش المأساة دي خالص يعني. الصحة حاجة مهمة قوي قوي. ربنا يحفظك يا رب.